انتوا متخيلين معايا ان الفرق بين البيفور والافتر ده ان هي قطعت السكر خالص لمدة شهرين بس؟ حرفيا الناس بتغير اللايف ستايل بتاعها لما بتقطع السكر وجسمها بيتغير تماما، وده بينعكس على البشرة وعلى الشعر وعلى الصحة العامة طبعا. طيب تعملي ايه لو انت حد زيي على طول بيحب الكافي وعلى طول بيحب المشروبات على مدار اليوم وبيحبها برضو مسكرة؟ حل في بديل السكر، ومش بس ان هو يكون بديل، لا يكون طعمه كويس وما يضرنيش خالص وما يأثرش على الدايت بتاعي وما يأثرش على حد لو مريض سكر. كل المميزات اللي انا قلتها دي هتلاقيها في مازورا سليم ستيفيا باودر. انا من الناس يا جماعه اللي ما بحبش السكر الدايت لان هو بيسيب افتر تيست ولان طعمه كده ما بيعجبنيش، بس حرفيا ده اقرب حاجه ممكن تلاقوها لطعم السكر العادي ومش هتحسوا اصلا باي تغيير. في الكروميوم اللي بينظم السكر في الدم، كمان في الانولين اللي بيشتغل كبروبيوتيك ايد، طبعا زيرو كالوري وخالي من الجلوتين والاسبرتام، مش بيرفع سكر الدم عشان كده امن لمرضى السكر. بينفع مع اي دايت انت عاملاه، لو انت عامله انترميتنت فاستنج او الصيام المتقطع او عامله كيتو دايت، وزي ما انت عايزه بقى دخليه في وصفه، دخليه في المشروبات بتاعتك او العصاير. العلبه دي فيها 100 كيس، والكيس الواحد بمعلقتين سكر، انا باخد منه بالظبط حبه قد كده وبيسكر لي المشروب بتاعي. بجد من تجربتي ده افضل سكر ستيفيا انا جربته، خطير، بنصحك ان انت تجربيه. ما تنسيش تاخدي منه وانت خارجه علشان تستخدميه بره البيت.